كأن رجلا تزوج فتاة آية في الجمال فأحبها وأحبته، وكانت نعم الزوجة لنعم الرجل. ومع مرور الأيام اضطر الزوج للسفر طلبا للرزق، ولكن قبل أن يسافر أراد أن يضع زوجته في أيد أمينة لأنه خاف من جلوسها وحدها في البيت، فهي امرأة لا حول لها ولا قوة. فلم يجد غير أخ له من أمه وأبيه، فذهب إليه وأوصاه على زوجته وسافر. ومرت الأيام وخان هذا الأخ أخاه، فراود الزوجة عن نفسها، إلا أن الزوجة أبت أن تهتك عرضها وتخون زوجها، فهددها أخو الزوج بالفضيحة إن لم تطيعه، فقالت له: افعل ما شئت فإن معي ربي. وعندما عاد الرجل من سفره قال له أخوه على الفور: إن امرأتك راودتني عن نفسي وأرادت خيانتك، إلا أنني لم أجبها. فطلق الزوج زوجته من غير أن يتريث، ولم يستمع للمرأة وإنما صدق أخاه. انطلقت المرأة لا ملجأ لها ولا مأوى، وفي طريقها مرت على بيت رجل عابد زاهد، فطرقت عليه الباب وحكت له الحكاية، فصدقها وطلب منها أن تعمل عنده على رعاية ابنه الصغير مقابل أجر، فوافقت. وفي يوم من الأيام خرج هذا العابد من المنزل، فأتى الخادم وراود المرأة عن نفسها، إلا أنها أبت أن تعصي الله خالقها، فهددها الخادم بأنه سينال منها إذا لم تجبه، لكنها ظلت على صمودها، فقام الخادم بقتل الطفل. عندما رجع العابد إلى المنزل قال له الخادم: إن المرأة قتلت ابنه. فغضب العابد غضبا شديدا، إلا أنه احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وعفى عنها، وأعطاها دينارين كأجر لها على خدمتها له في هذه المدة، وأمرها بأن تخرج من المنزل. خرجت المرأة من بيت العابد وتوجهت إلى المدينة، فرأت عددا من الرجال يضربون رجلا بينهم، فاقتربت منهم وسألت أحدهم: لماذا تضربونه؟ فأجابها بأن